يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض النهاردة فخارة اللحمة بالخضار. هنغطيها بعيش معمول من دقيق الحبة الكاملة. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. وهنعرف مع بعض النهاردة ازاي نطلع اللحمة دايبة والخضار مستوي كويس بس مش مهري، محتفظ بقوامه ولونه. ولتجهيز وصفتنا هحتاج لحمة دهن خفيف متقطعة بس ما تكونش سميكة قوي. هننكه اللحمة بتوابل بسيطة جدا، عبارة عن معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، نص معلقة صغيرة بهارات لحمة، نص معلقة صغيرة كزبرة ناعمة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، 2 معلقة كبيرة من زيت الطعام. وهقلبهم مع بعض كويس جدا. وبالفرشة هنمسح مسحة خفيفة خالص من التوابل على وش اللحمة. وهقلب اللحمة على الوش التاني واديها مسحة خفيفة من التوابل. وفي طاسة غير لاصقة والنار عالية هنزل بمعلقة كبيرة من زيت الطعام، وبالفرشة هوزعها في الطاسة كلها. هتسيبي الطاسة تسخن كويس جدا. أول ما تنزلي بقطع اللحمة هتسمعي الصوت ده. مهم جدا ان الطاسة تكون سخنة عشان تصدمي اللحمة وتخليها تحتفظ بالعصارة بتاعتها. هتسيبيها مش اقل من 3 دقايق على الوش الاولاني تتصدم كويس تاخد لون. بعد كده نبدأ نقلبها على الوش التاني ونديله برضو نفس الصدمة. وهنضيف بعض المنكهات زي 4 فصوص حبهان، 4 ورقات لورا، كأنك بالظبط بتسلقي لحمة. وعلى حسب قطعية اللحمة بتاخد قد ايه وقت في التسوية. والقطعية اللي انا مستخدماها بتاخد 2 ساعة في التسوية. صدمت اللحمة كويس، هضيف لها لتر من المية السخنة اللي بتغلي عشان ما وقفش عملية التسوية. وهسيب اللحمة تتسلق على البوتاجاز من فوق لمدة ساعة، وتخش في الفرن مع الخضروات ساعة كمان. بكده اللحمة هتكون دايبة مستوية كويس جدا، الخضروات مش مهرية خالص، محتفظة بشكلها وقوامها. هنسيب اللحمة تتسلق على نار عالية ونبدأ نجهز الخضروات اللي هنضيفها مع اللحمة. 2 بصلة متوسطة الحجم هقطعهم دواير، هفكهم من بعض. هضيف لهم نص معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هدعكهم كويس جدا بالملح والفلفل. وفي طاجن الفخار بنزل بطبقة محترمة من شرايح البصل، ودي بتكون أول طبقة بحطها. 4 حبات طماطم حجم متوسط، فلفلاية رومي كبيرة مغسولين كويس جدا متقطعين مكعبات صغيرة، 4 فصوص توم حجم كبير. هقطع التوم شرايح هنزل بيهم فوق البصل. 2 بطاطساية حجم كبير متقشرة ومغسولة كويس جدا، هقطعها مكعبات سميكة شوية وهنزل بيها في الطاجن فوق الطماطم. حبيتين من الكوسة وحبيتين من الجزر، تقطعيهم بالشكل اللي انت بتحبيه، صوابع او دواير او مكعبات، وتضيفيهم للطاجن مع فلفلاية حامية مغسولة مفتوحة من النص ومتنضفة من البذر اللي فيها. اللحمة خدت نص تسوية على البوتاجاز من فوق. ما ضفتش للحمة اكتر من لتر المية اللي ضفته في الاول خالص، بس خليت النار عالية اول ربع ساعة. بعد كده هديت النار خالص، بقية الساعة خليت اللحمة تستوي على نار هادية. هوزع قطع اللحمة على وش الطاجن من فوق، وهضيف لهم مرقة سلق اللحمة. كده الطاجن جاهز انه يدخل الفرن. هغطي وش الطاجن بورق زبدة وأقفل عليه كويس جدا بورق فويل، وفي فرن سخن على درجة 200، النار شغالة من تحت بس. وفي الرف اللي فوق النار مباشرة هحط طاجن اللحمة بالخضار لمدة ساعة. هسيب الطاجن في الفرن وابدأ أجهز عجينة العيش. والنص كيلو من دقيق الحبة الكاملة هحتاج كيس من الخميرة الفورية. وفي الأول خالص بعمل اختبار للخميرة، بنزل بكيس الخميرة الفورية وعليه معلقة كبيرة من العسل الأبيض. هضيف لهم كوباية من المية الدافية، هنزل بالمية الدافية بالتدريج مع التقليب المستمر لحد ما اتأكد من ذوبان الخميرة والعسل الأبيض.
وهسيبهم في مكان دافي لمدة 10 دقايق عشان أتأكد إن الخميرة فعالة. وفي طبق العجن هنزل بنص كيلو من دقيق الحبة الكاملة، وأضيف له نص معلقة صغيرة من الملح وأقلب كويس. وهضيف معلقتين كبار من زيت الزيتون، لو مش متوفر عندك زيت زيتون استخدمي زيت طعام عادي جدا. هقلب كويس. الخميرة عملت فوم وعليت كده، الخميرة فعالة اشتغل بيها على طول وانا مطمنة. واضيفها على الدقيق وابدأ اني اعجن بايدي. هبدأ الم الدقيق واكون مجهزة جنبي نص كوباية من المية او نص كوباية حليب. هضيف المية او الحليب بالتدريج شوية بشوية، هلم بيهم العجينة. الاقيها ناشفة هضيف شوية كمان. وكمية السوائل اللي هتضيفيها تختلف على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. هنستمر في العجن مدة ما تقلش عن 10 دقايق. وكل ما العجينة تشرب السوائل وتبدأ تنشف في ايدك تضيف لها سوائل تاني بالتدريج لحد ما العجينة تتلم معاكي وتبقى بتلزق حاجة خفيفة. همسح الطبق اللي هخمر فيه العجينة بمسحة خفيفة جدا من الزيت، ونقطة من الزيت في كف ايدي همسح بيها سطح العجينة من فوق كويس جدا. هحطها في الطبق، هغطيها كويس وادفيها بأي فوطة تقيلة. هحطها في مكان دافي مدة ما تقلش عن ساعة إلا ربع. وعلى مفرش خبز أو الرخامة هديله مسحة من الدقيق. والعجينة اختمرت كويس، حجمها اتضاعف ولأنها اتخدمت كويس. شايفين العجينة وجمالها؟ عجينة مرنة جدا بسهولة تشكليها. هشكلها في صورة اسطوانة وهقسمها على 3. القطعة الأولانية هتكون أكبر شوية عشان دي اللي هغطي بيها الطاجن. بقيت كمية العجينة هقصها على 2 عشان هعمل رغيفين. هشكل الرغيفين في صورة كور واحطهم في طبق العجن واقفل عليهم كويس عشان العجينة ما تنشفش. هشكل العجينة اللي هغطي بيها سطح الطاجن في صورة كورة، وبإيديا هبدأ أشكلها في صورة دايرة. مش محتاجة نشابة، ده العجينة في إيدي زي الملبن بالظبط. هفضل أضغط عليها من جوه لبره عشان أديها سمك كله متساوي. شايفين العجينة وجمالها بتتقلب معايا بمنتهى السهولة إزاي؟ حاولي العجينة اللي هتغطي بيها سطح الطاجن ما تبقاش رقيقة قوي، تبقى سميكة شوية عشان وانتي بتغطي بيها السطح ما تتقطعش منك. وعشان ادهن سطح العيش هحتاج بيضة، هضيف لها ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود عشان تغطي على زفارة البيض. 2 معلقة كبيرة من اللبن. هقلب كويس جدا. الطاجن استوى. مش قادرة أقول لكم يا جماعة قد إيه ريحته جبارة. هغطي وش الطاجن بالعجينة اللي جهزناها مع بعض. هثبت العجينة على جوانب الطاجن كويس، وبالفرشة هدهن وش العجينة بمحلول البيض واللبن اللي جهزناه مع بعض مع رشة محترمة من السمسم وحبة البركة. ودخلها فرن سخن على درجة حرارة 180. النار شغالة من تحت بس في الرف الأوسط لمدة 12 دقيقة. وهتقدمي أحلى عظمة على سفرتك. اللحمة دايبة، الخضار مستوي بس مش مهري، لسه محتفظ بقوامه. واللي ما بيحبش ياكل خضار هاكل الخضار بالطريقة دي لأنها شاربة من صوص اللحمة، طعمها تحفة. اللحمة ملحها مظبوط، توابلها هادية، دايبة على الآخر. الخضار مستوي بس متماسك جدا، محتفظ بقوامه بألوانه الجميلة. وبالنسبة لرغيفين العيش اللي سويناهم جنب الطاجن تسويتهم مظبوطة، ريحتهم رهيبة. أول ما بيطلعوا من الفرن وهم سخنين ببخاخ المية برشهم وغطيهم كويس جدا عشان ما ينشفوش. ألذ وأطعم فخارة لحمة بالخضار هتقدميها على سفرتك وبألف هنا وشفا.